اهلا وسهلا بكل عشاق قناه ابراهيم مش فايق. عنوان حلقتنا النهارده الليله ضرب نار الصعود من المجموعات يا ابطال. مباراه مرتقبه بين النادي الاهلي والهلال السوداني انتظرها عشاق كتير جدا للجمهورين، وكله مترقب النتيجه وكله عايز يعرف مين اللي هيصعد تاني المجموعه. مباراه هامه جدا النهارده ان شاء الله في حضور جماهيري كبير جدا مش معتادين عليه. اتمنى تكون فرصه لعوده الجماهير للمدرج مره ثانيه. عندنا تصريحات كتير جدا، استقبال مميز واستقبال والورود في مطار القاهره لبعثه الهلال السوداني. تحديدا المدير القائم على البعثه الخاصه بالهلال السوداني الدكتور حسن علي عيسى، الراجل وضح قال لك بطمئن جمهور الهلال السوداني، تم استقبالنا استقبال جيد جدا في مطار القاهره. الاعضاء الخاصين بالنادي الاهلي استقبلونا استقبال جيد برضه. تم تخليص الورق، وبيشكر مطار القاهره وادارته على ان احنا قدرنا نخش البلاد بكل سلام وامان وخلصوا لنا الاجراءات بسرعه. وبيشكر برضه تحديدا السفاره السودانيه هنا في مصر، دي هيئه دبلوماسيه، الناس دول سهلوا لنا الموضوع وكمان وفروا لنا بسبب اللغط والاحداث اللي كانت بتحصل الفتره اللي فاتت ان احنا في الاخر مجرد اشقاء واخوات، وسهلوا لنا العمليه والامور كانت بسيطه ومرت البعثه بكل سلام. على الرغم من الكلام الجميل ده كله، للاسف برضو قله قليله من جمهور الهلال السوداني حضرت النهارده في مطار القاهره، عملت بعض هتافات معاديه للنادي الاهلي. هوضحها لكم زي ما انتم شايفين كده، هتافات وكلام وبعض شغب، لكن الامن الحمد لله سيطر على الوضع وتلاشاهم وبعدهم. الامن ما سحبش منهم اي حد، مجرد ان بعدهم عن الصوره، بحيث ان دي مباراه بين اخوه واشقاء ملهاش اي علاقه بعنف او اي تصريحات تسيء ما بين البلد دي والبلد دي. معانا تصريحات كتير جدا برضو. من ضمن التصريحات اللي معانا النهارده تحديدا هوضح لكم الاستاذ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. الراجل وضح ايه؟ قال لك ان احنا خاطبنا اتحاد الكوره يخاطب الجهات الامنيه، يقول لهم بعد اذنكم احنا عايزين نوفر 5% من المقاعد الخاصه باستاد القاهره لجمهور الهلال السوداني. طبعا ده اللي كان جمهور الهلال السوداني قاعد بيصرحوا واحنا هنجيب حقنا وبتاع وكلام من ده. النادي الاهلي مع انه هو خصمك وهتلعبه على ملعبه، النادي الاهلي هو اللي هيجيب لك حقك، احنا ما عندناش اي مشكله. احنا الموضوع كله ما هو الا مستطيل اخضر، هتلاعبني وهلاعبك وهغلبك ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي لما خاطب اتحاد الكره ما كدبش خبر، وفعلا خاطب الجهات الامنيه، وان شاء الله وفروا 2500 مقعد لجمهور الهلال السوداني. بالظبط هيكون مكانهم فين؟ دول تحديدا هيبقى الدرجه اللي هي الاولى يمين، دي هتبقى مخصصه لجمهور الهلال السوداني. طبعا الجهات الخاصه بالهلال السوداني النهارده سمعنا اخبار ان تم شراء التذاكر دي عن طريق الجهات الخاصه والاداره الخاصه بالنادي الهلال السوداني، وزعوها على الجمهور، بدل ما هي كانت قيمتها عاليه وزعوها ب 50 جنيه كل تذكره على الجمهور. طبعا انت بتتساهل واحنا الجهات الاهلاويه او الخاصه بجمهوريه مصر العربيه بيتساهلوا بحيث ان احنا نطلع لوحه فنيه في الاخر. معانا تصريحات كتيره جدا النهارده. من ضمن التصريحات دي تصريحات استاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره. الراجل قال لك ايه النهارده من ضمن التصريحات بتاعته الجميله؟ قال لك بذلنا مجهود كبير جدا عشان نوصل ارضيه ملعب القاهره انها تقدر تستضيف المباراتين، مباراه المريخ والزمالك ومباراه الاهلي والهلال السوداني. الراجل بذل قصارى جهد، ودي لوحه فنيه ان شاء الله هتطلع على الجمهور والناس هتشوف ارضيه الملعب هتبقى عامله ازاي. تاني حاجه الراجل اوضح ان هو سيكون في منتهى السعاده لما المدرجات دي تتملي عن اخرها، كلنا نفسنا المدرجات ترجع تاني تنور بالجمهور. تالت تصريح قالوا ان تقرر فتح البوابات الخاصه باستاد القاهره الساعه 4، يعني كل واحد قطع تذكره يعمل حسابه ان الاستاد هيتفتح الساعه 4. حضرتك حابب تروح قبلها بساعه تروح وقتها، بس الاستاد ان شاء الله البوابات هتتفتح الساعه 4. رابع حاجه معانا توقع دخول كل جمهور النادي الاهلي قبل الفطار. ده شيء احنا عارفينه جدا، اي فرح عندنا او اي حفله او اي التقاء او اي تجمع بنحب دايما نروح قبله ونتجمع، اهو فرصه نستمتع وتبقى ليله رمضانيه جميله. خامس حاجه معانا اوضح مقاعد جمهور الهلال السوداني هتبقى 2500 مقعد، ولا هيأثروا على جمهور الاهلي ولا جمهور الاهلي هيأثر عليهم، ما بينهم مسافات وكل الامن موجود وكل حاجه هتعدي بسلاسه ان شاء الله عشان الاخوه السودانيين يطمنوا على فريقهم وجمهورهم. سادس حاجه ان قال لك ان مباراه الاهلي والهلال السوداني هتكون هي بدايه عوده الجمهور للمدرج. اتمنى والله من كل قلبي كمشجع اهلاوي وكبحب دولتنا مصر ان الجماهير ترجع تاني للمدرجات عشان يبقى شيء جميل جدا. طبعا المدير الفني كولر المدير الفني للنادي الاهلي اختتم اخر تمرينه للنادي الاهلي، كانت على الملعب مختار التتش امس. كانت تمرينه بسيطه جدا زي ما احنا ملاحظين كده، اللعيبه مجرد بتعمل استرتشات بسيطه وبتخفيف احمال للعيبه، لان اللعيبه فتره الصيام الجسم اللاعب بيفقد سوائل كتير طول فتره الصيام، فطبعا بيعمل له بعض التمارين بعد الفطار. التمارين دي بتسهل له عمليه وجود السوائل في جسمه، راحه للعضلات، مجرد عمليات استرتش. طبعا الراجل عمل بعض تكتيك من بعض اخبار جات لنا من ملعب
الملعب مختار التتش. الناس وضحوا لنا ان عمل بعض خطط تكتيكيه بسيطه كده على بعض لعيبه، جمل تكتيكيه هيتم تنفيذها ان شاء الله في اللقاء. الراجل وضح ان كل اللعيبه عندي جاهزه، اللعيبه كلها متحمسه، اللعيبه كلها جاهزه وعلى قلب رجل واحد ان شاء الله ان نصعد، لان النادي الاهلي هو كيان كبير ومر بمحنه كانت مش كويسه، بس المحنه دي بتخلق رجال اقوياء يقدروا يعدوا المرحله الثانيه ويعدوا المجموعات، وان شاء الله نبص المرحله المقبله وناخد افريقيا باذن الله. طبعا زي ما احنا شايفين كده مجرد استرتشات بسيطه، ده كان لايف عمله تحديدا قناه النادي الاهلي، جبناه لكم عشان نوضح لكم بعض اللقطات من مران النادي الاهلي. طبعا في ظل كل الاجراءات دي طبعا مش هننسى الانتقالات الخاصه بالنادي الاهلي، يعني في بعض التصريحات الفتره اللي فاتت دي عن انتقال بيرسي تاو. بيرسي تاو لو احنا شفنا اخر ماتش كان ما بين صن داونز والنادي الاهلي، بيرسي تاو المدير الفني لنادي صن داونز مايل عليه وقال له الفتره الجايه هتبقى فيه حاجه كويسه ليك يا بيرسي. طبعا احنا شايفين ان بيرسي ادى مستوى كويس جدا، ما اتمناش ان بيرسي يمشي الفتره دي. حتى كولر الراجل قال لك انا بيرسي مش هينفع يخرج من النادي الاهلي، الراجل ده مستواه عالي، مستواه فنيا عالي، انا عايزه في النادي الاهلي واقفلوا باب الانتقالات. اللجنه الخاصه بالانتقالات في النادي الاهلي وضحت للمدير الفني كولر عندنا حل كويس نقدر ننفذه على ارض الواقع دلوقتي، اللي هو هم عايزين يعملوا ايه؟ نادي صن داونز عايز بيرسي تاو، حبوا يعملوا صفقه انتقاليه، عايزين ياخدوا ويحلوا مشكله المهاجم اللي هو في عندهم في صن داونز مهاجم اسمه شالويلي. شالويلي ده مهاجم تقيل جدا لو احنا تابعناه وهداف الفرقه ومن اللعيبه اللي بتخلص قدام الجون. قال لك ان احنا نعمل صفقه تبادليه، الراجل عايز بيرسي تاو ونبعت بيرسي تاو وناخد شالويلي. لو جينا بصينا على احصاءات شالويلي كده، اللاعب ده في الموسم ده الحالي لعب 25 مباراه، سجل 19 هدف، صنع 4 اهداف. لا احصائياته كويسه جدا، يعني احنا على عكس المهاجمين عندنا، المهاجمين اهدافهم قليله جدا الفتره اللي فاتت. لو جينا بصينا على احصاءات شلويلي الموسم اللي فات هنلاقي ان الراجل الموسم اللي فات لعب 45 مباراه، سجل منهم 30 هدف، صنع منهم 7 اهداف. لا الراجل تقيل جدا وعالي جدا، حتى مستواه عالي، حتى فورمته ستايله لا هيليق بالنادي الاهلي ولعيب ستار. بس هنا النقطة الفاصلة، أنا شخصيا ما أحبش إن بيرسي تاو يخرج دلوقتي، يعني ممكن إن إحنا نبدل شالويلي ده بلعيب تاني، أو ممكن نشتري شالويلي أو ناخده إعارة فترة من الوقت. طبعا ده كله كلام جميل جدا وبيحل جزئيه المهاجم، بس الفيصل في الاخر هو كولر، وانا متاكد من جوايا ان كولر مش هيوافق على اي خروج لبعض لعيبه مهمه جدا زي بيرسي تاو الفتره دي. لو جينا بصينا على حاجه تانية هنلاقي ان في اخبار الفتره دي في برنامج رامز جلال. لو جينا اطلعنا الفتره دي هنلاقي ان امام عاشور كان في البرنامج والراجل قاعد يضغط عليه في جزئيه ان انت هتروح النادي الاهلي مش هتروح النادي الاهلي. الراجل قال لك انا بعتذر للكابتن وليد سليمان وبعتذر للخطيب وبعتذر لجمهور النادي الاهلي. بعض التلميحات دي بتنور قلبي كده ان امام اتمنى يكون في يوم في النادي الاهلي. ومن ضمن التصريحات اللي هو قالها لما رامز ساله انت هتروح النادي الاهلي ولا لا، قال له والله انا ما اعرف اي حاجه عن الموضوع ده. كلها بتبتدي بكلمه والله ما اعرف حاجه عن الموضوع ده، وان شاء الله امام عاشور هيمضي في النادي الاهلي الفتره الجايه. من ضمن برضو اولاد النادي الاهلي واللي احنا ما بنقدرش ننساهم الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري مضى لنادي الصفاقس التونسي. بالتوفيق جدا يا كابتن حسام. الجمهور استقبله استقبال حار جدا زي ما احنا شايفين في المدرجات في اولى تدريبات الفريق، كان استقبال جيد جدا. كابتن حسام قيمه وقامه وخد مع الاهلي بطولات افريقيا قبل كده. مدرسه النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي بينجحوا في اي مكان، ربنا يوفقك يا كابتن حسام. اولى مواجهات كابتن حسام هتبقى في البطوله العربيه مع فريق قطر القطري بيوم ان شاء الله 11 ابريل باذن الله. بالتوفيق لكابتن حسام البدري. وبكده نكون نهايه الحلقه معانا النهارده مع قناه ابراهيم مش فايق. اتمنى نعمل لايك للفيديو ده ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نجيلكم كل جديد، وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.